الرجل بطبيعته وفي أكثر من المرأة. اسمع، يقول شاب حب بنية وتعلق بيها وتعلقت بيه وقرر يسافر حتى يأمن مستقبله. عادة كان السفر يطول، فظل سنة وسنتين وثلاث وخمس سنوات. ولما رجع راح على أهلها ودق الباب وطلب إيدها وقالوا له البنية تزوجت وصار عندها ويلات. يوم من الأيام يصدفها بالشارع، كان ضاربها الفتون. المرأة لما تتزوج إما يضربها الفتون، وهو جمال العمر، تكون صاحبة قوام وجميلة جدا، فيعطيها العمر الزهوة والعمر قيمة، وإما يضربها القرد فيكون وجهها وجه سلوقي. فهي كان ضاربها الفتون، كانت جميلة جدا فوق الجمال جمال. فقالها وين الوعد وين العهد؟ قالت له أي وعد وأي عهد يا معود، عشقك عشق ليلة ويوم، تريد نستناك 5 سنين. فكتب قصيدة قال: نفحة من الورد ومن القمر طلعة، ولك عمر انقضى شمعة بأثر شمعة، ذوقني هواك الضحكة والدمعة، نطرت هلال وصلك والحصاد غيوم، ليلة ويوم، غفر اسمك بعيني من الصبا لليوم، وطيوفك ضيوفي بصحوتي والنوم، نثرت العمر بدروبك وقول الدوم، ما ظنيت عشقك عشق ليلة ويوم، ليلة ويوم. ما ظليت عشقك عشق ليلة ويوم، ليلة ويوم، ليلة ويوم.